السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرز بطريقه ديال المطاعم، كيجي رائع ولذيذ وما تشبعوش منه. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. كنحتاجوا الرز اللي كنكون مديره نص ساعه تقريبا في الماء، كنقعوه في الماء نص ساعه وعاد كنصفيه. هذه بصله مشلضه، كنحتاجو معاه خيزوة محكوكة، نتوما ديروا على حساب شحال غادي ديروا. انا درت هنا زلافه ديال الرز. الفلفله خضراء وحمراء مقطعين، قزبر والثومه. غادي ندير معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال مطيشه ديال الحك، وغادي ندير العطريه اللي فيها الملحه والبزار والخرقوم وسكينجبير والخرقوم والزيت البلديه والحار. بالنسبه للحار اختياري، اللي كيعجبو الحار يديرو. هنا خديت نص كاس ديال الزيت، غادي نخليه حتى كيسخن وغادي نزيد عليه هذيك المعلقه ديال الزبده. غادي نبقى نحركهم حتى تذوب هذيك الزبده مزيان. هاد الطريقه ديال الرز راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه وزوينه، وهاد الزبده والزيت اللي كندوبهم في الاول كيعطيو واحد المذاق زوين للرز. صافي هنا كنبقى ندوب الزبده حتى كتذوب ليا مزيان. تناخد الروز وكنزيدو عليها هداك الخليط ديال الزيت والزبده وكنبقى نحركو مزيان. هاد المرحله هادي مهمه، ما تحبسوش من التحراك حيت الا حبستي راه غادي يلصق ليك. بقاي تحركي حتى كيولي فيه واحد اللون ذهبي زويون. عاد ديك الساعه كتزيدي عليه المكونات الاخرى. صافي كتبقاي مستمره في التحراك ما كتحبسيش. صافي هنايا عاوتاني رجعت كنحركو باش يولي ليا داك اللون. صافي هنا غادي نبدا نزيد المكونات الاخرى. هنايا خيزو محكوك، بصله مشلضه، هنا الفلفله خضراء وحمراء، وهنايا معلقه ديال مركز الطماطم، هذه الثومه، جوج ريوسه ديال الثومه كنحكهم. صافي نبدا نحرك هادشي مزيان باش ما يلصقش ليا الرز. هذا من طبيعه الحال الرز كلاصي. هنا كنزيد الربيع، وهنا كنزيد العطريه والخرقوم هنايا. صافي وكنعاود نحرك. هنايا كنحرك هادوك المكونات كامله باش تندمج مع بعضياتها. هنايا درت نص معلقه ديال الهريسه، راه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. صافي كنبقى نحرك مزيان. وهنا كندير جوج زلايف ديال الماء. درتي زلافه ديال الرز ديري جوج زلايف ديال الماء، ديما كتضاعفي الكميه ديال الماء.
درتي 2 سلايف عاوتاني ديال الروز كديري 4 سلايف ديال الماء. أنا هنا درت زلافة ديال الروز مع 2 سلايف ديال الماء. صافي كنحرك هادشي مزيان وكنسد عليه. بالنسبة إلا درتو في الكوكوط كتسدي عليها، ملي كتسمعيها بدات كتصفر كتنقصي العافية، ملي كتسمعيها بدات كتصفر كتحسبيه 15 دقيقة وكطفيه عليه كتلقاه واجد. هنايا تنقدمو ليكم بالصحة والراحة. هنا بغيتي تقدميه مع شي أكلة أخرى كتقدميه، بغيتي تقدميه بوحديتو كوجبة رئيسية كتقدميه بالنسبة ديريه للعشاء ولا كيعجب وليداتك. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك وشي كومونتير زويون.